البرازيل، لان انت كده واحنا قاعدين بنتكلم بقى حوارات وبتتكلم ابو تريكه طبعا ليه مواقف معايا كوميديا كلها. شوف يا عم بكره هنشيل كمشوال وهتشيل زكيبه اهداف، وانا مش عارف اقول له انت بقى فكرني مش هتعمل ايه ولا هتعرف تعمل بوش رجلك ولا هتعرف تعمل كباري ولا هتعيش انا كنت انت بس لاعب محلي. الكلام بقى بيفتح بعضه، بس الحاجات دي كلها حوار بتدينا اصرار. في اول 5 دقائق يخش في الجون يبقى كلام ابو تريكه هيتحقق ولا ايه؟ وبعد كده توقعنا ان انا بقى هشيل بقى كتير 5 6 1 بقى 7 1 الماتش يخلص كده بقى البرازيل. وفجاه ربنا بيفتح عليك من واسع بتاع 2 3 وممكن تكسب تغلب في الدقيقه الاخيره مفيش مشكله. بعد كده ايطاليا، بدانا اول ايطاليا نفس الحكايه، هجمتين 3 عليا في ايه؟ بعدين ربنا بيكرمك بجول وعينك ما تشوفها النور. بعد كده انفرادات تقطار جاي عليا، ربنا واقف معايا تقطار، يعني ممكن الماتش ده ينتهي 12 1. ان هو يجي لك بنفسه ويديك التيشيرت بتاعه. انا قبلها طبعا بتمنى ان انا اغير التيشيرت بتاعي معاه، ما كنتش اتخيل، يعني انا اتخيل كنت انا اللي اروح له، اتخيل ان اخد منه التيشيرت واتخيل ان هو يعني مثلا ان انا احضنه، ان هو راجل يحضني ويعمل لي علامه اللي انت برافو وياخد هو التيشيرت بتاعي، هو اللي يطلب التيشيرت بتاعي. دي حاجه تعتبر عندي حاجه غاليه، حاجه كانها بطوله غاليه، كاني لعبت كاس عالم، لان هو الموقف يعتبر انه كان في كاس عالم، بس كاس عالم مصغر. من كتر ما انت عملت الاجهاد بقى والمجهود بتاعك، اصابت عندك سيد معوض، احمد فتحي، زيدان وبتاع، انا اتخبطت في ماتش ما فضلتش ان انا اخرج، لان لو خرجت انا كمان خلاص الدنيا فتحت بقى، خلاص ممكن تتغلب اكتر. وبعدين احنا مشكلتنا ان احنا لعبنا مع ايطاليا والبرازيل، فرقتين بيلعبوا كوره، بيلعبوا زيك، مفيش قوه، في سرعه وقوه زيك بس انت زيهم. دخلنا على منتخب امريكا، منتخب قوه مش منتخب كوره.